إنسان بدرجة فنان. سهرة مع انتصار غريب. بعد تجنيده عام 1966 تم إلحاقه بالحرس الجمهوري، لكنه أبى إلا أن يكون ضمن قوات الصاعقة المصرية، حلم حياته منذ طفولته، وهناك تعلم كيف يصوب على الهدف دون أن يخطئه. وكانت معركة رأس العش في الأول من يوليو عام 1967 أولى المعارك التي يثبت فيها مهاراته كمقاتل، حيث تمكن هو وزملاؤه من إفشال محاولات العدو للاستيلاء على مدينة بور فؤاد. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر، بسم الله بسم الله. وبعد إصابته بنسبة عجز 100% عام 1969 بعد 18 عملية قتالية ناجحة داخل وخلف خطوط العدو، رفض أن يترك شرف الدفاع عن الوطن، وظل ينتظر وينتظر مجيء اليوم المشهود، يوم النصر المبين، فقد كان على يقين دوما أنه سيأتي. الشهيد الحي البطل الأسطورة عبد الجواد محمد مسعد سويلم. بدائي 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 بدائي. البطل الأسطورة الحاج عبد الجواد، كل سنة وانت طيب. انت ايه بس احسن فندم. طبعا حضرتك علامة من علامات حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف يعني اللي انا بعتز بيها لان كانت واقعها مزلزلة وكان نتائجها ان هي كانت الدروس كلها منها لحرب اكتوبر. ايوه، يعني دروس حرب الاستنزاف هي كان دروسها كلها استفدنا منها بحرب اكتوبر. ايوه، حضرتك كنت من ابطال الصاعقة البارزين. لا ده الصاعقة دي حكاية معايا، لها حكاية معايا. أيوة. لها حكاية معايا يعني. أيوة. انا جندت قبل حرب 67 في وحدات الحرس الجمهوري. أيوة. وكان لي اخ غير شقيق من والدتي كان بيخدم مساعدا في القوات المسلحة. فقلت له لابد ان اخدم في الصاعقة. فالمهم باختصار غير لي السلاح من الحرس الجمهوري. رفضت الحرس الجمهوري؟ الحرس الجمهوري على دماغي وشرفني ان اخدم فيه حراسة القصور والرياسة والاستراحات والتشريفات العسكرية في المطارات. هذا شرف عظيم ليا، لكن أنا إمكانياتي النفسية والمعنوية لن يحتويها غير الصاعقة. تعشق الصاعقة، مولود بطل صاعقة. لا أنا كنت وما زلت كنت وما زلت أنا عاشق القوات المسلحة وخصوصا وحدات الصاعقة. عبد الجواد محمد مسعد سويلم نقدر نقول إن هو نموذج أفضل للبطل. هل البطل بيتولد بطل؟ يعني في مواصفات ربانية كده تطلع مع الإنسان كي يكون بطل؟ دي موهبة من عند ربنا. يعني ربنا بيحط كل واحد في مكانه اللي هو عاوزه فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيشايف ده ينفع في الجهاد في سبيل الله. وهل كل مقاتل بطل؟ طبعا. كل مقاتل بطل، لأنه يكفي أنه عنده شرف المحاولة للدفاع عن الوطن. أنا بقول لك الكلام دوت لأن المقاتل عبد الجواد محمد مسعد سويلم، حضرتك عملت 18 عملية، يعني عملية قتالية داخل وخلف خطوط العدو، لكن أصبت في آخر عملية فقدت، ربنا يديك الصحة، رجليك الاثنين وذراعك الأيمن وإحدى عينيك، ومع كده تشبثت بوجودك في وحدة الصاعقة. يقولوا لك يا سيدي أنت خلاص إصابة، تقول لهم لا أنا مش خارج من الصاعقة، لحد ما فرضت على القيادات ان هي تستجيب لرغبتك. فعشان كده بقول البطولة مش اي مقاتل، يعني انت مش عادي يعني. اولا انا لم افقد شيء. انا فقدت شيء في سبيل يعني ده لم افقد شيء اطلاقا. ولكن هذه الاصابة اللي انت شايفاها كبيرة جدا دي، انا اسعد انسان على وجه الارض
أن يتبقى من جسدي كله بالكامل يد واحدة وعين واحدة. عشان كده حضرتك لقبوك على مستوى العالم من وكالات الأنباء أياميها بالشهيد الحي، أتعشم من لا أكون شهيد. لأن أجزاء من جسمك ربنا يجعل مثواك الجنة ومثوانا يعني بعد عمر طويل، مدفون في التراب الطاهر في بورسعيد. الجميل في عبد الجواد ان هو بطل حقيقي، ان حضرتك حتى بعد الإصابة واستمرارك في وحدة الصاعقة قررت ان انت تبقى مقاتل ايضا، فقمت بعملية منفردة داخل القوات، وقدرت ان انت بتوفيق من ربنا طبعا ان انت تفجر احدى مدرعات العدو بهذه الذراع الواحدة، والمدهش حتى على مستوى العسكريين بمدفع هون. انا ما اعرفش يعني ايه مدفع هون، لكن قريت ان هو لا يصلح، يعني غير معد لتفجير مدرعات. هو الحمد لله هذه الإصابة الكبيرة جدا دي أنا بعتز بها جدا. وأنا طبعا قبل ما أبدأ كلامي معاكي أنا كرمت من الرؤساء الثلاثة. الرئيس جمال عبد الناصر، رئيس أنور السادات، الرئيس حسني مبارك. الرئيس حسني مبارك. أنا متكرم من الرؤساء الثلاثة، ولكن أعز تكريم على قلبي هذه الأوسمة اللي بحملها في جسدي مهداة من المولى سبحانه وتعالى. في ميدان القتال، فأعز ميدان وأكرم ميدان القتال. رجوع الميدان تاني يعني رب العزة في محكم التنزيل ربنا بيقول كتب عليكم القتال كره لكم. ما حدش عاوز يحارب ولا عاوز يموت، ولكن دي الأرض والعرض، أرضنا بعد يا حاجة أنا المدهش فيك إن أنت رفضت بعد الإصابة، يعني واحد بيتصاب وخلاص القوات المسلحة بتعفيه من الخدمة، أنت أصريت. أنا أصريت لعدة أسباب. الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله زارني في المستشفى. طبعا كان معاه سيادة الفريق أول وزير الحربية أياميها محمد فوزي. نعم. وطبعا الزيارة دي رفعت روحي المعنوية إلى السماء. فقلت له يا سيادة الرئيس وهو منصرف من عندي ماشي، قلت له إن شاء الله أنا هخرج من المستشفى على الميدان تاني. وفعلتها. فبص عليا بص لي بكلمه من غير رجلين ومن غير دراع ومن عين. فقال له يا فوزي بدام الروح دي موجودة هنتصل إن شاء الله. إن شاء الله طبعا. أنا طبعا روحي الإصابة رفعت روحي ما خبطتهاش. هذه الإصابة الكبيرة القاتلة. ورفعت روح من حولك. طبعا أكيد. ست الحبايب طبعا والدتك. يا أم البطل دي. زغرتت. دي لغت اسمي خالص، ده لغت اسم عبد الجواد، ما كانتش تناديني لمدة 40 سنة غير بالبطل. يعني كنت أعتز بيها قوي. فرحانة دخلت المستشفى زغرت. أمي دخلت المستشفى عارفة ابنها رجله تقطعه دراعه بالزغرت. فكانت فرحتي طاغية بأمي. أبويا دخل بسلم عليه بيد واحدة وعين واحدة. الحمد لله اللي خلفت بطل للوطن. قلت له أنت المعلم والبطل حقيقي يابا لأبويا. لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش. افرحي يا أما وزفيني، وفي يوم النصر افتكريني. افرحي يا أما وزفيني، وفي يوم النصر افتكريني. وان طالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين. وان طالت ياما السنين خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي فدائين فدائي. طبعا ديت كانت متفصلة على عبد الجواد محمد. لقب غالي بالنسبة لي. يعني ما تعرفيش قوي ليه. لا أنا عارفة. يعني بعد كل اللي قلناه دوت غيرت السلاح لأن إمكانياتي النفسية والمعنوية لن يحتويها غير الصعقة. عندي إمكانيات هائلة. نفسي أموت في سبيل الله دفاع الوطن. هو في شيء جميل كمان في القوات المسلحة إنه بيخلوا الشخص يختار لا هو مش ده بالنسبة بس لفئة واحد المتطوعين بيختار سلاحه. فأما المجند لا له اختيار في سلاحه. أما أنا ربنا وفقني وغيرت سلاحي. وفقني توفيق لأن كان نفسي أخدم في الصعقة. نفسي أحمل حاجة للوطن. أيوة. أنا مستعد أعمل حاجة للوطن،
جاهز للموت دفاعا عن الوطن، جاهز. وما زلت وانا ببلغ من العمر 63 سنه انا جاهز، مش لحمل السلاح دفاع عن الوطن، انا جاهز للاستشهاد في سبيل الله ثم الوطن. ربنا يديك انا الصحة. جاهز. وحضرتك استمريت بعد كده ك برضو نقول شؤون معنوية. انا بعد الاصابه دي بترفع من معنويات لا انا رجعت الميدان تاني، وربنا وفقني في بعد الرجوع، وكان لسه حرب الاستنزاف مستمره. وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى بتدمير مدرعه. ذكرنا احنا الموضوع ده. قائد وحدتي كانوا بيعترضوا الاول، انت جيت ليه وانت تعبان وتروح. فالمهم قلت رب وفقني اعمل حاجه ما يمشونيش، فربنا وفقني دمرت مدرعه بمدفع هون وهو ليس مخصص لضرب من المدرعات، لان كل حاجه لها حاجه. فطبعا استمرت على هذا الوضع. بعد خروجي من المستشفى قعدت يمكن حوالي سنه وانا في القوات المسلحه وتحين في قوات الصاعقه، لان كنت وعد الرئيس هرجع الميدان تاني وقعدته. ايوه. وانا طبعا عندي وعدي لسياده الرئيس، رحت الميدان تاني واستقبلوني زمايلي استقبال حافل وهائل، وعلى راسهم اخي الحبيب والعظيم المرحوم سياده اللواء سمير محمود يوسف، وكان وقتها نقيب، كان قائد وحدتي. واستمريت في الوحده. استمريت طبعا مع زمايلي اشد من ازرهم واشجعهم على يعني ترفع من معنوياتهم طبعا. من القتال قتال يعني ما فيش هزار يعني. يمكن قعدت حوالي من سنه، وبعد كده يعني جت الاوامر او صدر الامر ان انا اترفد وحاجه زي كده وبتاع، فامتثلت للامر لان انا منضبط عسكريا الى اعلى درجه جدا. امتثلت الامر ورحت القاهره واترفدت، وده كان اسود يوم في حياتي. ده سبب الاصابه طبعا. اصابه عجز 100%. فخدني الصول ورفدني اترفدت في القاهره، وده كان بيعتبر اسود يوم في حياتي، وانا ببصم على لجنه الرفد. يعني ده اسود يوم في حياتي. لان عاشق للقوات المسلحه. عاشق. الصاعقه بصفه خاصه. الصاعقه دي بتجري في دمي من جوه. فاترفدت ورحت واقف مع نفسي كده حبه، وقلت من امتى مصر الدفاع عنها مطلوب ان انت الواحد ينطلب باستدعاء ولا بتلغراف ولا بمكالمه تليفون. الدفاع عن الوطن ده فرض عين عن كل مصري يسكن على هذه الارض. فتى شيخ عجوز ورجعت كله. رجعت الوحده. رحت راجع تاني، فقابلني حبيبي سياده اللواء سمير يوسف، فقال لي انت جيت تاني يا عبد الجواد؟ قلت له يا فندم انا مش هتنقل من هنا ولا همشي من هذا المكان الا في حاله من اتنين، اما سينما تحررها واما انا شهيد. الله. فراح واخدني بالحضن وعينيه دمعت كده وبتاع، وقال لي اقعد. قلت له مش ماشي من هنا. قال لي اقعد ربنا يسترها بقى. وكنت طبعا انت عارفه كل حاجه بالعدد في الجيش، ما عادش ليا اكل ولا سلاح ولا فلوس ولا مرتب ولا حاجه زي كده. فكنت بقسم الاكل بتاعه والبس من الافرات بتاعته، وحملت سلاح احد الشهداء انتظارا لبدء حرب التحرير. فكنت بعد كل يعني اقعد 20 يوم واروح، ما فيش بقى تصريح، ما فيش ما انا غير مقيد. مستني 73. مستني منتظر على نار طبعا. اقعد 20 يوم واروح نازل في الشرقيه، كنا مهاجرين في الشرقيه، اقعد مع اهلي اسبوع اشوفهم وارجع تاني. انت اصلا من الاسماعيليه؟ انا اصلي شرقاوي، بس انا من الاسماعيليه. مولد ابو صير محافظه الاسماعيليه. فرحت قعدت بقى المدة كلها حوالي من 3 سنين وانا موجود غير مقيد في الجيش. فطبعا انا في يوم في البيت نازل اجازه اختياريه، ما فيش تصريح، فلقيت البيان بيتذاع في الاذاعه. فانا قلت الله حرب الاستنزاف بدات تاني، وقلبي دق. بيان العبور. قلبي دق ودب كده وبتاع. انتظرت انها تكون يعني اشتباكات وحاجه حرب الاستنزاف، فلقيت كان البيان رقم 1 ذاعه الاستاذ على ما اعتقد المرحوم صبري سلامه. رايحين شايلين ديننا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر، سالمين حالفين بعهد الله، ناجرين واخدين حياتنا لمصر. باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي. باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك نرد التحدي.
الأبادي وصد الأعادي وأدي بروحي عيونك يا مصر. رحت الصبح لمي شنطتي ورحت طالع ماشي على الجبهه من الشرقيه، ماشي على الجبهه على طول. فكان في اعتراض جامده جدا في السكه، الشرطه العسكريه والمخابرات وبتاع. فكنت انا مجهز مع سلاحي معايا، وهي شهادات معايا اللي هي شهادات التقدير. شهاده تقدير معايا اللي هي بتثبت انا مصاب في سينا ومن بتوع الصاعقه وعامل شغل كويس جدا ومصاب كذا 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 كذا. كنت مكرم الرئيس جمال عبد الناصر اياميها ورئيس السادات برضه بعد